مراكش مدينة 7 رجال، مدينة الأسرار والروحانيات. 7 رجال أسماءهم محفورة في الذاكرة ديال مراكش، علماء وصالحين خلاو أثر عميق في الدين وفي الحياة ديال الناس. كل واحد فيهم عنده قصة كتحكي على العلم، التقوى والخير. في هذا الفيديو غادي نديرو رحلة عبر الزمن باش نقلبو ونبحثو في تاريخ هاد 7 رجال وكيفاش رجعوا رمز للبركة والإيمان في مراكش. أول ولي غنهضرو عليه هو القاضي عياض. سميتو الكاملة هي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي. تزاد في مدينة سبتة في 476 هجرية الموافق ل 1083 ميلادية، وتوفى في مراكش عام 544 هجرية الموافق ل 1149 ميلادية. بدا قرايته في سبتة منذ الصغر ديال العمر ديالو، تعلم القرآن والحديث والفقه. من بعد مشى الأندلس وتعلم على يد عدة مشايخ بحال ابن عتاب وابن الحاج وابن رشد الجد في مجالات عدة خصوصا الفقه والحديث والقضاء. ملي كمل رحلة العلم ديالو رجع لسبتة غزير العلم وبدا في التدريس وهو في عمره 32 سنة. من بعد تولى منصب قاضي في سبتة في عمر 35 سنة، ومن بعد تولى القضاء في مدينة غرناطة، وهذا المنصب خلاه يكون عنده تأثير كبير في زمانه. عاش في العهد ديال الدولة المرابطية وكان شاهد على بداية الدولة الموحدية. من بين أهم المحطات المهمة في حياته هي الصراع مع الموحدين بسبب الآراء ديالو المغايرة لبعض الأفكار ديالهم، وهذا الشيء خلاه يتعرض للنفي والعزل، ولكن بقى محافظ على المكانة ديالو كعالم كبير وكاتب. المشكل ديال القاضي عياض مع الدولة الموحدية كان بسبب الخلافات الفكرية والعقائدية بينه وبين عبد المؤمن بن علي الخليفة ديال الموحدين، اللي كانوا كيدعموا الفكر ديال محمد بن تومرت اللي كان كيدعي انه هو المهدي المنتظر وجاب افكار جديده في الفقه والعقيده. ولكن القاضي عياض ما كانش متفق مع بزاف من هذه الافكار، وكان من العلماء اللي انتقدوا الفكر ديال الموحدين خصوصا في القضايا المتعلقه بالتوحيد ومفهوم الامامه. هذا النقد هذا خلى الموحدين يشوفوه كتهديد للفكر ديالهم والسيطره ديالهم على العلماء. فبعض الروايات كتقول انه نتيجه لهذا الخلاف تعرض القاضي عياض للنفي وتنفى المدينه كيتقال عليها تملالت اللي كاينه ما بين مراكش ومنطقه الاطلس. ومع ذلك حتى في النفي ديالو بقى القاضي عياض محترم من عند الناس، وبزاف ديال المغاربه كانوا كيشوفوه رمز ديال الاستقامه والحق، وهذا الشيء زاد من الشعبيه ديالو ومن المكانه ديالو كواحد من كبار العلماء ديال المغرب في هذاك الوقت. مدة النفي كانت مجهولة، وتوفى في مراكش عام 544 هجرية الموافق ل 149 ميلادية، وخلى بصمة كبيرة في التاريخ سواء بالعلم ديالو أو بالصبر ديالو على المحن اللي عاشها. القبر ديالو كاين اليوم في مراكش ويتعتبر واحد من الأماكن اللي كيزوروها الناس كعلامة من الاحترام والتقدير والتبرك. وكتختلف الروايات وكتنقسم لجوج قصص. الأولى فأنه تقتل بالرماح بسبب الخلاف ديالو مع العقيدة الأشعرية اللي كيتبناها الحاكم محمد بن تومرت أو المهدي بن تومرت اللي ادعى العصمة المهدية، فاش رفض الإذعان المعتقدات ديالهم اللي كتخالف الفقه والحديث والعلم اللي كيدرس به وكيكتب فيه تابع للمذهب السني المالكي. وبالقصة الثانية اللي كتقول أنه توفى متعادية في مراكش ودفن فيها من بعد ما اضطر أنه يبايع زعيم الموحدين عبد المؤمن القومي رفقة أهل مدينة سبتة تفاديا لسفك الدماء، وتدفن في حي حبسات الدولة المسيحيين. ومع سقوط الموحدين وقدوم الدولة المارينية اللي جاو وكرموا القبر ديالو وبنوا عليه ضريح أو زاوية، وكيتعتبر اليوم من الأولياء الصالحين السبعة اللي في مراكش اللي معروفين بالتقوى والورع والعلم، واللي خلى بصمة كبيرة في العالم الإسلامي خاصة من خلال الكتب اللي كتبها والمؤلفات النفيسة اللي خلاها لينا وباقا محفوظة موجودة لحد اليوم. بالرغم من الخلاف مع السلطة إلا أن المؤلفات ديالو ما تعرضتش للتلف، ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى اللي باقا معروفة وقيمة حتى اليوم، وكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لكي تعتبر الحدود اليوم أكبر موسوعة لترجمة رجال المذهب المالكي. ثاني ولي هو أبو القاسم السهيلي، واحد من 7 رجال مراكش، عالم كبير اللي ترك بصمة كبيرة في العلم والدين. تزاد عام 508 هجرية في مدينة مالاغا في الأندلس، وهي مدينة معروفة بالثقافة ديالها والعلم ديالها، وسموه السهيلي نسبة لقرية صغيرة حدا مالاغا سميتها سهيل. اليوم المدينة كتحمل اسم فوينهيرولا أو فوينجيرولا، ومن صغره كان كيحفظ القرآن وكيتعلم من عند الكبار المقرئين
مع الوقت ولا عالم مشهور في النحو والبلاغة والتفسير. أبو القاسم السهيلي مشى لبزاف المدن في حياته باش يتعلم، وكان كيبحث على العلم من عند أعظم العلماء ديال الوقت ديالو. بدا الرحلات ديالو العلمية من قرطبة فين قرأ القرآن بالمقارئ السبعة وتعلم الحديث عند الحافظ أبو عبد الله الذهبي، ومن بعد مشى لإشبيلية فين تلاقى مع القاضي الإمام أبو بكر بن العربي وخدا من عنده بزاف ديال العلم في الأصول والتفسير. علاوة على هذا السهيلي تعلم النحو من عند أعلام كبار بحال أبو القاسم بن الرماق وأبو القاسم بن الأبرش. أبو القاسم السهيلي عالم موسوعي معروف بالعلم ديالو الكبير في مجالات من أبرزها هي الشرح ديالو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه المشهور روض الأنوف. هذا الكتاب كيتعتبر واحد من أروع الشروحات على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث كيجمع بين التفسير العميق والبلاغة والتحليل النحوي. عنده مؤلفات أخرى زوينة بحال نتائج الفكر في علم النحو والتعريف والإعلام اللي كيهضروا على الأسماء المبهمة في آيات القرآن. من بين التلاميذ المشهورين ديالو كاين محي الدين بن العربي وعبد الرحيم بن عيسى بن الملجم الفاسي. توفى السهيلي في مدينة مراكش عام 581 هجرية، وبقى القبر ديالو واحد من المزارات المهمة اللي كيزوروها الناس بصفته ولي واحد من أولياء الله الصالحين. المزار ديالو قريب لباب الرب في مراكش. ثالث ولي سيدي يوسف بن علي الصنهاجي. سيدي يوسف بن علي الصنهاجي تزاد في مراكش، ما معروفش بالضبط تاريخ الازدياد ديالو. المعروف هو انه عاش فتره الحكم الموحدي في المغرب وعاش حياته كامله في مراكش، وتوفى عام 1196 ميلاديه. تعلم الدين والفقه على يد الشيخ ابو عصفور، وكان معروف بالتقوى والصبر. ولكن في الصغر ديالو ما كانش الحياه سهله، حيت صاب بجدام اللي خلى عائلته تبعد عليه، واضطر انه يعيش برا المدينه في واحد الحي خاص بالمجدومين حدا باب اغمات. الحي اللي كان معروف بانه خاص باللي تصابوا بجدام، كنوع من انواع الحجر الصحي والعزل اللي اتخذوه الناس، زائد انه كانت قله المعرفه والوعي التام لعلاج الجدام في هذيك الفتره. وبقى ساكن في واحد الغار وتيقولوا حفرها بيديه، ولات كتعرف بالغار ديالو وعرفوه الناس بمول الغار. رغم المرض اللي كان فيه عاش اكثر من المتوقع، وهذا الشيء خلى الناس يشوفوا فيه شي بركه، حيت كان كيبان صابر وقادر يتحمل الجوع والمرض. وبزاف ديال الناس بدات كتمشي لعندو للغار باش تطلب الارشاد والدعاء وتبرك بالكرامات ديالو. من بعد ما مات في 1196 ميلاديه دفن حدا الغار ديالو، ولات الشهره ديالو كتكبر حتى ولات الضريح ديالو مزار مقدس. وهذا الشيء وقع في العصر السعدي في القرن 16 فاش السلطان مولاي عبد الله الغالب بنى فوق القبر ديالو واحد الزاويه او ضريح. وكيقول المؤرخين ان هذا الشيء كان ربما كتعويض على تهجير المجدومين من باب اغمات لباب دكاله. ومن بعد جا السلطان العلوي مولاي اسماعيل في العصر العلوي في نهايه القرن 17 بدايه القرن 18، ودار واحد المبادره باش يوثق المكانه ديال سيدي يوسف بن علي، ولا ضمن سبعه رجال ديال مراكش اللي كيديروا لهم زياره سنويه او محج اللي كتبدا من الضريح ديالو مع اضرحه الاولياء الاخرين. اليوم الحي اللي فيه الضريح كيحمل اسم سيدي يوسف بن علي، وباقي الناس كيعتبروه الرمز من رموز الصبر والزهد والخدمه الروحيه. ثالث ولي معنا هو ابو العباس احمد بن جعفر الخزرجي السبتي. تزاد في مدينه سبته عام 524 هجريه 1129 ميلاديه، وكان من واحد الاسره فقيره. من بعد الوفاه ديال باه اضطرت مو انها تصيفطو يخدم عند واحد الحائك باش يتعلم الحرفه وباش يكون عندها مقابل مالي. ولكن الشغف ديالو بالعلم خلاه يفضل يزور الشيخ ابي عبد الله محمد الفخار باش يتعلم منه. وفي العمر ديال 16 سنه قرر انه يسافر باش يطلب العلم، واختار مراكش عاصمه الدوله الموحديه في هذاك الوقت اللي كانت في حصار من بعد مقتل يوسف بن تاشفين. وصل مراكش ولقاها محاصره، وهو يطلع الجبل جيليس مع الوصيف ديالو او الخادم ديالو مسعود الحاج، وبقى في خلوة هناك لمدة 40 سنة. وكتقول الروايات أنه عايش واحد المعجزة فاش خرجت ليه عين في الجبل باش يشرب هو وصاحبه. من بعد ما خرج من الجبل بدا كيروج المذهب ديالو في مراكش ويعلم الناس الزهد والورع، وبدا كيدعوهم للصداقة والتجارة مع الله. السلطان المنصور الموحدي سمع بالاخبار ديالو والكرامات ديالو ودعاه باش يجي يعيش في مراكش، وخصص ليه واحد المدرسه ودار باش يسكن. وهذه كانت من بين احسن المراحل ديال حياته، حيت عاونته انه ينشر العلم ديالو والمذهب ديالو في المغرب كامل. ابو العباس توفى في مراكش 1204 ميلاديه ودفن في مقبره سيدي ماروك
حتى باب طاغوت. في 1988 السلطان الحسن الثاني العلوي قام بتحسين المقام ديالو باش يولي واحد من الاماكن الروحيه الكبرى في مراكش، وهذه الزاويه راها مسجله كتراث ثقافي مغربي في منظمه اليونسكو كغيرها من الزوايا. خامس ولي هو سيدي محمد بن سليمان الغزولي او الجزولي، معروف بزاف وسط المغاربه وكيتعتبر من كبار الاعلام الدينيه في المغرب. تزاد في حوالي 807 هجريه الموافق ل 1404 ميلاديه في بلاد غزوله اللي هي منطقه في جنوب المغرب في اقاليم سوس. عائلته كان عندها نسب شريف كيعود لإمام إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن الصفت بن علي بن أبي طالب. تعطى ليه لقب مولد الليل حيث هو صاحب كتاب دلائل الخيرات، وهو واحد من أشهر الكتب اللي كتجمع صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هي عبارة عن صلوات مستجابة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب ولا من أهم الكتب اللي كيتبعوها أتباع الطريقة الغزولية في الصلوات ديالهم. والإيمان الكبير بهذا العالم وبالبركة ديالو والكرامات ديالو موقفوش هنا، حيث الكتاب ديالو دلائل الخيرات ولا من أندر وأقوى الكتب في العالم الإسلامي، ولاو الفرسان ديال المغرب كيحملوه مع القرآن كقلادة فوق الثياب ديالهم خلال مباريات بوريدة. سيدي محمد الغزولي في الصغر ديالو تعلم في منطقة غزولة، ومن بعد مشى لفاس باش يقرا عند كبار العلماء. وفي فاس تلقى بتوجيهات العارف الكبير والفقيه المالكي سيدي أحمد زروق، وهاد التلمذة كانت مهمة بزاف في حياته حيت ساعدته في تنمية معرفته الروحية والدينية. من بعد ما كمل قرايته قرر أنه يرجع للجنوب ويستقر في أسفي، ورجع لبلادو في غزولة. وهنا كانت البداية ديال الطريقة الغزولية اللي هي طريقة صوفية كتقوم على حب النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة على ذكر الله اللي بداها هو ولاو عنده تابعين. سيدي محمد الغزولي ما كانش غير عالم ديني، ولكن كان عنده مواقف سياسية قوية، فكان كيدعو الجهاد ضد النصارى اللي كانوا كيسيطروا على السواحل المغربية، وكان كيحارب الحكام الوطاسيين اللي كانوا متخاذلين قدام الغزاة. توفي سيدي محمد الغزولي مسموم نهار الأربعاء 16 من ربيع الأول سنة 870 هجرية اللي كتوافق 1465 ميلادية. مورا ما مات مدفن في واحد المكان بعيد على أفوغال بالشياضمة. كاينه واحد الرواية كتقول أن عمرو بن سليمان السياف اللي كان قائد عسكري تابع للدولة السعدية خرج الجثمان ديال الشيخ الجزولي مورا الوفاة ديالو من القبر ديالو ودارو في تابوت وخداها التابوت معه للحروب كنوع من انواع التبرك والنصر اللي كيقدموا ليه هذا التابوت ديال هذا الامام الكبير. وهذه الحركه كان ليها تاثير كبير في قلوب ديال الجيوش والناس، حيث كان كيتعتقد ان هذا التابوت كان له بركه خاصه وكيضمن النصر في الحروب والمعارك. واستمرت هذه الفتنه والصراعات بين القبائل في المغرب لأزيد من 20 سنة، وهذا الشيء هو اللي كيظهر القوة الرمزية للشيخ الجزولي في هذيك الفترة. لاحقا كيتقال أن السلطان أبو العباس أحمد هو اللي قرر أنه ينقل الجثمان ديال الشيخ الجزولي لمراكش مورا 20 سنة على الوفاة ديالو، وكان ذلك بتوجيه من والديه اللي كان أول مؤسس للدولة السعدية. ودفن الشيخ الجزولي في واحد المكان معروف في مراكش سميتو رياض العروس. سادس ولي هو عبد العزيز التباع. عبد العزيز التباع مورث مجدادو لا شهرة ولا علم كبير، وحتى الاسم العائلي ديالو ما كانش معروف. سموه الحرار جا من الحرفة ديال الحرير اللي كان كيخدم فيها قبل ما يدخل طريق التصوف، وكان كيتعلم وكيقرا في مراكش حتى ولا كيتوصف بالشيخ العالم. ولكن مع الوقت قرر يتبع طريقة القوم ودخل الطريقة الجزولية الشاذلية مع الشيخ محمد بن سليمان الجزولي. الشيخ الجزولي اللي كان شيخ كبير اللي ذكرناه اعتبر عبد العزيز التباع وارثه وخليفته في الطريقة الجزولية وسموه الناس الشيخ الكامل. جاء في سلوة الأنفاس الثاني قوله: وأما التباع فأفهمت أقطار المغرب أنواره وملأت صدور رجاله معارفه وأسراره، وكان في الإمامة والجلالة بمكان يعز عن الوصف بلوغ مداها ويعلو على ارتفاع الشأن وشهرة الصيت نداها، حتى كان يلقب في الأقطار المراكشية بسيدي عبد العزيز الشيخ الكامل. وكان يقال النظرة فيه تغني. ووصفوا الشيخ الغزولي بالكيمياء، وذلك أنه خدموا لواحد المدة طويلة وفتح على يديه. عبد العزيز التباع خدم مع الشيخ الغزولي وتعلم منه بزاف، سواء في الزاوية ديالو في تافوغالت ولا في مراكش. من بعد الوفاة ديال الغزولي مشى عند الشيخ محمد صغير السهلي في فاس وبقى معاه 8 سنين حتى أذن ليه يرجع لمراكش باش يكمل الطريق ديالو.
من بين التلاميذ ديالو اللي كيتعتبروا المريدين ديال عبد العزيز التباع الشيخ عبد الله الغزواني المعروف بمول القصور، الشيخ عياد بن يعقوب الفرجي الاب ديال عبد الرحمن المجدوب، الشيخ محمد بن عيسى المعروف بالهادي بن عيسى، والشيخ ابو عثمان سعيد مسناوي. وهاد الناس وهاد التلامذ كانوا كينشروا المبادئ ديال الشيخ التباع في كل نواحي المغرب، والمبادئ ديالو ما كانتش بعيده بزاف على الطريقه الجازوليه. توفى الشيخ عبد العزيز التباع عام 914 هجريه الموافق 1509 الميلاديه، ودفن في حومه المواسين في مراكش. الحي اللي فيه القبر ديالو تسمى بحي سيدي عبد العزيز، والقبر ديالو اليوم ولا من المزارات الكبرى اللي كيزوروها الناس ضمن مسار 7 رجال. ولاحقا السلطان سيدي محمد بن علي العلوي بنى عليه قبه باش يبقى معلم بارز في المدينه. سابع والي واخرهم سيدي عبد الله الغزواني المعروف بمول القصور، وكيتكرم نهار الحد. القبر ديالو كاين في حي القصور غرب المدينه العتيقه ديال مراكش. الاصل ديالو من الشمال من قبيله غزوانه في الشاويه، وتزاد في القصر الكبير وكبر فاس. كاين روايات كتقول انه سيدي الغزواني مشى لغرناطه باش يدرس الفقه والدين عند الشيخ ابو الحسن علي الصالح الاندلسي، من بعد رجعوا بجوج لفاس. وروايات اخرى كتقول انه قصد مباشره فاس فين تلاقى بالشيخ ابو الحسن علي الصالح الاندلسي، وخدم مع الزاويه ديالو مده طويله حتى خدا الاذن باش يمشي لمراكش. وفي مراكش ولا تلميذ من تلاميذ سيدي عبد العزيز التباع اللي حتى هو ولي اللي يلاه ذكرناه. كان مولع بزاف من الزراعه والتقنيات المائيه، وخدم على تنسيق الجنان ديال الزاويه. مورا 10 سنين رجع للقصر الكبير وبنى اول زاويه تما، من بعد زاويه ثانيه بناها في بني الدر حدا جباله. وبدات الشهره ديالو في التصوف والتعليم كتنتشر، وهي اللي خلات السلطان الوطاسي محمد الشيخ يشك فيه ويعتقل في 1513 ميلاديه فاش كان فتح النوت. ولكن الحراس ديالو قالوا للسلطان باللي هو رجل دين وما عنده طموح سياسي، فطلقوه واعتذر ليه وطلب منه يبقى في فاس. سيدي الغزواني بنى واحد زاويه واحده اخرى في باب الفتوح في فاس، ولكن العلاقه ديالو مع الوطاسيين بقات متوتره. مثلا فاش ساعد في بناء ساقيه نواد اللبن باش الفاسيين يزرعوا الاراضي ديالهم، الامير ديال السلطان شكاه للسلطان، وفي 1518 قرر انه يغادر فاس بمره ويمشي لمراكش، وكان متوقع في باله انه الخروج ديالو غادي يكون سقوط الوطاسيين. وفعلا هادشي اللي وقع، فمشى لمراكش ودوز فيها 9 سنين الاخيره ديالو في حياته، وكان محبوب ومحترم بزاف. أسس الزاويه في 1519 في حي القصور حدا جامع المواسين، وهنا جا اللقب ديالو ديال مول القصور. وفي 1524 التوقع ديالو تحقق والسعديين خداو مراكش. الزاويه ديالو ساهمت بزاف في تمويل مشاريع زراعيه كبيره في المنطقه، خصوصا في طمسلوحت، وتوفى في 1528 بسبب ازمه قلبيه ودفن في الزاويه ديالو. كان في حياته كيكتب على التصوف وفسر افكار ابن عربي والجيلي على فكره الفناء والذات المحمديه، وكان كيأكد كذلك على اهميه الخدمه الاجتماعيه والتفاعل مع المجتمع. في 2005 تصدر كتاب عن الدكتور بوشعيب منصير يجمع التصور ديال الغزواني على عدة قضايا صوفية تم تجميعها من شاكلة مخطوطاته القديمة ورسائل وأحزاب وأوراد القصائد. قرر مولاي إسماعيل باش يجمع 7 رجال ديال مراكش، كان واحد الخطوة ذكية ومهمة بزاف في التاريخ المغربي. هذه الفكرة جات باش تخدم على الجانب الروحي والسياسي ديال البلاد في هذيك الفترة. مولاي إسماعيل كان بغى يعزز الوحدة الدينية والسياسية في البلاد، واختار 7 الأولياء اللي معروفين بالعلم والتربية الروحية ودار منهم معالم روحية في مراكش. وهذه الخطوة ساعدت في تعزيز الشرعية ديال الحكم العلوي وربطها بالقوة الروحية ديال المدينة. وحتى الرقم 7 ماشي صدفة، حيت عنده رمزية كبيرة في الثقافة الإسلامية وكيمثل الكمال والبركة. وهذا الشيء كذلك زاد من قيمة المشروع ديالو. من قاضي عياط سيدي عبد الله الغزواني 7 رجال كيشكلوا مسار روحي باش يربطوا الماضي بالحاضر وكيعطي صورة قوية على الهوية الدينية ديال المغاربة. وهذا المسار اليوم ولا جزء لا يتجزأ من تاريخ مراكش وهويتها الروحية. نتمنى تكون الرحلة عجبتكم، وما تنساوش تشاركوا أفكاركم وآرائكم.